بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده النهارده بقى كده منيو جديد، يا رب يعجبكم. منيو الاسبوع. خدي فكرة كده بقى ونفذي بكرة. النهارده بقى كده اول يوم كده هنعمل مع بعض السمك السنجاري وبتتبيلته الحلوة. بصل بقى وطماطم وفلفل وجزر مبشور وتوم وكمون وليمون وشوية من الزيت، وهنحشي بقى كده السمك وندخله على طول على الفرن. تتبيلة حلوة جدًا وطعمها جميل، و السنجاري سمك حلو جدًا وأنا بنحبه يعني وكده. فهنقلب الخلطة كده وبعد كده هنحشي السمك بيه. صينية كده دهنتها شوية من الزيت بعد ما حطيت لها ورقة من الفويل، وهاحط لها التتبيلة الأول كده في أرضية السمكة عشان اللحم بتاع السمكة يبقى متّبل كويس، وبعد كده هانزل بالحشو. ساعات أنا باشوّحه كده على النار، وساعات باحطه ني كده، وفي كلتا الحالتين بيبقى حلو جدًا. هافرد بقى كده الحشو على كل سمكة، وما تكتّريش زيادة عن اللزوم علشان ما يبقاش كتير يعني. هنا بقى حلة على النار كده بصلاية مبشورة، وهنعمل رز صيادية، وهنا معايا زيت هاحمّر بتنجان عشان هاعمل طبق مسقعة جنب الأكل. وهنا باحمّر كده البصل لحد ما تاخد لون، وهانزل عليها بالمَيّة، وبعد كده هاسيبها تغلي غلوتين، وبعد كده هانزل بالرز، وهاحط الملح وشوية من الكمون، وكده يكون الرز بتاعي جاهز. هنا بقى شوية زيت وشوية معلقة توم ورشة من الخل، وهانزل بالطماطم كده المتقطعة وهاسيبها كده تتسبك، وبعد كده هانزل عليها بالبتنجان والفلفل اللي أنا حمّرتهم. كده الرز كان خلاص اتشرب والسمك كان خلاص طلع، وكده كان الغدا بتاعنا النهارده. أول يوم كده في المنيو سمك سنجاري ورز صيادية ومسقعة. تاني يوم بقى قُلت هاعمل بقى طواجن باللحمة. هنا معايا طاجن كده هاعمله باللحمة كده زي ما أنتم شايفين، وأنا ولادي مش بيحبوا اللحمة، فعملت لهم صدر كده من الفراخ، وبانزل كده بشوية زيت في أرضية الطاجن، وبعدين أنزل براق من الرز، وبعد كده هارُص اللحمة بتاعتي نيّة عادي، وهاحط لها ملح وفلفل، وبعدين هاحط الطبقة التانية من الرز. إحنا بنحب الطواجن جدًا أو البريمة. فعملت كده حطيت بقى كده اللحمة، وبعدين حطيت ملح وفلفل، ومش باحط أي بهارات ولا أي حاجة تانية غير الملح والفلفل بس، وبعد كده هانزل بطبقة الرز التانية و هاركنه على جنب. هابدأ بقى أعمل الطاجن الصغير ده بتاع ولادي، حطيت لهم كده قطعة من الصدر بتاع فرخة، وملح وبرده وفلفل، وحطيت لهم الطبقة التانية من الرز، وهارجع بقى أحط كده شوية من الزيت وملح وفلفل على وش الطاجن، وبعد كده هاسقيه بالسمنة البلدي في الفرن. هنا برضه كده قُلت أعمل صينية صغيرة كده من الخضار المشكل بسلة وجزر وبصل كده بطاطس. طاجن صغير كده برضه هاحطه جنب الإبريمة في الفرن. هنا دي قطعة من اللية قُلت عشان تدّي طعم للصينية كده، وهُم شوية صغيرين بس قُلت يبقى جنب الأكل. وحطيت كده معلقة من التوم، وأحط الملح والفلفل والبهارات بتاعة الصينية. وده تاني يوم في المنيو بتاعنا. ناخد بقى كده أفكار ونفكّر بعض بالأكلات اللي إحنا ناسيينها. طلعت كده حطيتهم كده في الفرن، وكده نغرف بقى مع بعض. الأكل طبعًا سخن ويفتح النِفس. الطاجن أهو طلع، هُم طبقين جنب الأكل. تالت يوم عملنا كده بيتزا. عجننا بقى كده البيتزا عملنا العجينة بتاعتها، وبعد كده حطينا كده نُص كيلو من الدقيق، ومعلقة من الخميرة والسكر والملح، وهاحط معلقتين من اللبن البودر وشوية من الزيت، وهاعجنها واسيبها تخمر. وكان عندي لحمة مفرومة، هاعمل واحدة باللحمة المفرومة وواحدة الجبن والخضار. هاعجنها بقى كده، وقُلت النهارده يبقى تغيير، نعمل بيتزا كده تغيير، والأكلات اللي أنا باعملها اللي هي بتبقى كميات قليلة بيبقى جوزي مش موجود فيها، والكميات الكتير بيبقى جوزي معانا. وفي أكلات أصلًا ولادي مش بيحبوها، فباعملها إيه، بابقى في أكل من قبلها بيوم بايت، فباحطها جنب الأكل. زي النهارده كده عملت البيتزا وابني مش بيحبها، فكان عندي كشري أصفر حطيت له منه، و وإحنا أكلنا البيتزا. أهو عملت بقى كده الصلصة، حطيت لها زعتر وملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر، وهابدأ كده أعمل البيتزا معاكم.
إحنا بنحبها أكترها بالجبن، بس كان عندي شوية من اللحمة المفرومة، قُلت تبقى واحدة باللحمة المفرومة والباقي بالجبن. أهو، طبعًا كلنا شُطّار وبنعرف نعمل بيتزا، وعندكم كل الوصفات دي في فيديوهات منفصلة، خدوا لكم بقى كده لفة في القناة وشوفوا الوصفات دي في الفيديوهات اللي هي منفصلة. حطيت كده دي واحدة لحمة مفرومة، واللي فاتت دي كانت بالجبن والخضار. دخّلهم بقى الفرن زي ما أنتم شايفين كده، وعملت الكمية دي عشان كان جوزي ساعتها موجود. أهو، طالعة جميلة وريحتها حلوة جدًا، والزعتر بيدّي للصلصة ريحة حلوة جدًا، جدًا. حمّرت جنبها بطاطس، وكان ده غدانا تالت يوم. أهو، وزي ما قُلت لكم كان عندي كشري أصفر، فحطيته كده لابني سخّنته له وأكله جنب الأكل. رابع يوم بقى قُلنا نعمل كبدة كده اسكندراني بعيش فينو شيبسي بقى كده ومخلِّل، ويعدّي اليوم بشوية كده من الزيت كده في صينية، وهانزل كده بمعلقة من السمنة برضه البلدي، هاحط كده ليمون وخل على الكبدة وهاقلّبها، وبعد كده هانزل بيها في الطاسة تكون سخنة جدًا، وهانزل بقى بيها كده وهابدأ أقلّبها بعد ما تاخد لون من تحت. هنعمل بقى كده النهارده ساندوتشات زي برّه بالضبط، وبيبقى يوم وبيعدّي، بصراحة بيبقى يوم حلو جدًا، يوم الكبدة في العيش الفينو ده بنحبه جدًا بالعيش، وساعات باعمله بالمكرونة. هادّيها بقى كده تقليبة زي ما أنتم شايفين، أول ما أخدت لون، وهنا بدأت أقطّع كده العيش بالمقص عشان هابدأ أحشيه، وطبعًا الكبدة مش بتاخد وقت. أهو كده خلاص دخلت في سِوَى، هانزل كده بمعلقة كبيرة من التوم المفروم، وبعد كده هانزل بالفلفل برضه مقطّعاه كده حامي بقى أو بارد اللي تحبيه، وشوية من الكمون وشوية من الملح والفلفل، وحطيت كمان حبة من الصويا صوص، معلقة كده صغيرة، وهادّي لها تقليبة، وكده كانت جاهزة معانا، وهاعصر كمان ليمونة، وبعد كده هاحشي الساندوتشات. أهو كنت عاملة لهم كمان عصير جوافة، واليوم ده أخدنا الأكل وأكلنا برّه. أهو وعملت لهم كمان فشار خدناه بقى وخرجنا برّه. نحشي بقى كده بيبقى طعمه حلو جدًا، وبيبقى زي برّه بالضبط، وأنضف طبعًا وأحلى من برّه. وكده اليوم الرابع خلص معانا. خامس يوم بقى قُلت أعمل برضه كرنبيت كده كان عندي، هنعمل شوية مخلل وناكل كده بالعيش وبطاطس محمرة والكلام ده كله. عندي بيضة كده هاضربها كده زي ما أنتم شايفين، وكنت سالقة الكرنبيت من قبلها، وشوية من اللبن كده، وشوية من التوم، والتوابل بقى اللي أنتِ تحبيها حطيها، أهم حاجة يكون في baking powder تحطيه فيها، وشوية من الدقيق، دول 3 معالق، ومعايا كمان طماطماية مبشورة زي ما أنتم شايفين كده، ومعايا كمان خضرة متقطعة أهي، ده شبت، لأ كزبرة، كزبرة خضرا، وكنت مسوية الكرنبيت جدًا علشان هاعمله أقراص، زي ما أنتم شايفين كده باقطّعه حتت صغيرة، وبعد كده هاعمله أقراص كده هاحمّرها، وجنبها بقى شوية مخلل كده بطاطس محمّرة، وبيبقى اليوم بيعدّي وبيبقى حلو جدًا وزي الفل. نقلّبها بقى كده ونبدأ بقى نقرّصها ونحمّرها في الزيت. وده كان يومنا الخامس. أهو نقلّب بقى تقليبة حلوة كده كل التوابل وكل الحاجات الحلوة دي مع بعض، وبعد كده هاعملها قراص كده وهاحمّرها في الزيت. أهو، طالعة جميلة وطعمها جميل وريحتها ومستوية جدًا. اليوم بقى اللي بعده قُلت أعمل لهم كفتة كده، وعملتها معاكم قبل كده كتير ولسه عاملاها معاكم قريب. آآ حطيت بقى التوابل كده وبدأت أعجنها وصبّعتها كده، وكان عندي كمان نُص من نُص فرخة شويتها جنبها، يوم كده عدّيناه برضه.
اهو. عملت بقى طبق سلطة كده، وعملت طبق من الطحينة. لازم السلطة جنب المشاوي طبعا. وادي طبق الطحينة. وكنت دخلت الكفتة الفرن، وكنت كمان شويت النص فرخة الموجودة كانت عندي، لان زي ما قلت لكم في ناس بتحب الفراخ وفي ناس بتحب اللحمة. وعملت طبق مخلل كده وكاتشب وطبق مكرونة. كده بقى سادس يوم هنعمل برضو سمك مشوي. فعملت بقى، قلت بقى بدل ما اطلع كده اشوي السمك لوحده، هعمل طاجن من الرز كده المعمر، وجنب السمك احنا بنعمله كده، وشويت كمان بتنجان عشان اعمله بابا غنوج. وطلعت كده شوية السمك ونزلت وعملت طاجن الرز المعمر. وهبدأ بقى ايه اعمل كده بابا غنوج، بيبقى جنب السمك حلو جدا. وطبعا عامله الرز المعمر لان ولادي فيه ما بيحبش السمك المشوي، فبياكل الرز المعمر كده بقى جنبه بطاطس مقليه وكده. اهو عملنا كده طبق بابا غنوج، وعملنا سلطه وشوينا السمك. وده كان غدانا سابع يوم. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.